باهي واضح. نحكيو على مش نحكيو على القرعة ومش نحكيو على نظام البطولة، ومن هو مش نحكيو على كل المنتخبات بما فيها منتخب تونس ومالي. برشا كلام دار ديرنييرمون على نظام قرعة كأس أفريقيا يخدم مصلحة البلد المنظم، وصارت برشا بوليميك خاصة بعد ما أنه الجزائر ترشحت الأولى ب9 نقاط تواجه الكونغو اللي هي ثاني ترتيب في مجموعة السنغال، واللي كانت نجم تكون الأولى وتكون السنغال الثانية زادها. والمنتخب المغربي مثلا يقول لك علاش يواجه افضل منتخب ولا رابع افضل منتخب ثالث ولا المنتخب الثالث من المجموعه الرابعه الثالثه اللي فيها المنتخب الوطني التونسي باش يواجه تنزانيا. دونك البوليميك هذه صارت. نظام القرعه خلينا نذكروا به يا دكتور، بربي ذكرنا بنظام القرعه لانه برشا يقولوا كيفاش وصار البوليميك هذا، وعملت برشا دوا حتى بين محللين في قناه زاده قنوات مرموقه قنوات عربيه. هو القرعه كي ولات الكومبيتيسيون ب 24 6 جروبات ب4 دونك 2019 4 احسن ثوالث من السته اللي كملوا ثالثين يترشحوا للدور الثمن النهائي اللي فيه 16. دور الثمن النهائي يقول قايل علاش لول من مجموعه اكس يلعب مع ثالث واللول من مجموعه ايغريك يلعب مع الثاني. هذه هي القرعه لازم تكون في الان 2 3 4 تكون في الاربع جروبات الاولانيين تلعب مع الثوالث، خاطر فما زوج ثانيين فقط باش يترشحوا معناها. نعرف كيما المنتخب الجزائري كي تكون في الان كيما الكونغو معناها كاين واحد منهم. علاش ديما ولا الفريق المنظم ولا المنتخب المنظم جينيرالمون يكون في المجموعه الاولى ديما في المجموعه الاولى ولحسن توافد الجماهير ومواصله حضور الجماهيري. هذه اكثر حاجه ممكن انا نشوف افكر فيها الكاف، لانه دائما وابدا الحضور الجماهيري في افريقيا ما هواش كبير. هي مره صارت في 2019 مع مصر واجت افضل ثالث ولا ثالث، هي ما طاحت هذيك جنوب افريقيا طاحت معها. طاحت مصر هذيك. اما جينيرالمون المنتخب الثالث هو اضعف من المنتخب اللي مش يترشح في البول هذيك الاول والثاني، هذا حسابيا وبالمنطق زاد. دونك هو كي تعطيه انت ثالث حظوظك انت باش تكون الاول، دونك حظوظك اكبر باش تترشح وتتعدى التور اللي من بعده. دونك فما حضور جماهيري وسيد سويت. دونك هذاك هو اللي يخمم فيه نتصور. فو بروبليم ايمن ولا عادي تجبد الموضوع هذا خاصه في الريفاليتي اللي صايره ما بين خاصه الجزائر والمغرب؟ هو ظاهر معناتها الموضوع ياخذ منحى معين وياخذ ديجا منحى قبل ما تبدا الحقيقه. ما سامحوني ما عنده لا رسم لا منسيس الموضوع هذا. تسامحني القرعه هذيا تبدلت هي في 2025 ما هي نفسها في الإديسيون اللي قبل واللي قبلها 2019. علاش تحكينا عليها؟ وما هي نفسها هي القرعه اللي في اليورو يا دوك ولا لا؟ ما هي نفسها، ما هو نفس السيستم ونفس المنطق، نفس السيستم تاع 24 وكهو في الموضوع معناتها. والافضل ثلاثه ثوالث معناتها الثالثين هم ضعاف. كوت ديفوار هازت هي نزيدك اكثر باش يكون نفس النظام تاع كوب دي موند اللي في امريكا والمكسيك وكندا اللي ب 48 باش ياخذوا افضل 8 ثوالث. فاش المغرب معناتها فافوريت في الموضوع هذا؟ المغرب باش تلعب مع تنزانيا، كان باش ترشح باش تروح مع الكاميرون، وكان باش تترشح باش تروح يا نيجيريا يا الجزائر يعني. وفاش في الاخر في الكاري داس ولا في الربع النهائي مش تلقاو المنتخبات الكبيره، المنتخبات اللي هي ما لافاش القرعه فما في الثمن النهائي ديجا تنجم تطيح مع القرعه تخدم مش خاطر المغرب. خليني نعاود نفسر لك ايمن. القرعه تخدم ديما البلد المنظم لانه الاربعه الاولى معناتها المجموعه افضل واحد من افضل منتخبات اصحاب المركز الثالث، المجموعه الخامسه والمجموعه السادسه الاول تلعب مع الثاني نتاع المجموعه الاخرى. هل تبدل هذا في اللي يكهو في الموضوع؟ اما علاش يقول قايل ايمن علاش من 2019 خذاو البول الاولى والثانيه والثالثه والرابعه اللي فيهم ديجا البلد المنظم؟ علاش ما خذاوش سادسه خامسه رابعه ثالثه؟ علاش يلعبوا ضد الثاني؟ الكره ديما البلد المنظم في البول ا هذيك خاطروا بلد منظم. نفس الشيء ينطبق على امريكا هكا ولا دي موند ا بي سي. دونك ديما البلد المنظم عنده ان فافور. اون بليس راهي في القرعه ما يمشيش بالمنتخبات، راهو معناتها يحطوا الجزائر في المجموعه الثانيه 3 بي سي اكس اندرا شنو. ومن بعد كي باش تتحط المنتخبات ما تنجمش انت تكون تعرف شكون باش يجي في المجموعه اف باش تعرف شكون باش يكون الثالث نتاعها اصلا. ولا والجزائر كانت نجم القرعه تحطها في المجموعه بي مجموعه سي صحيح ولا ما كنتش نجم تعرف انت توا ايمن كنت في الكوب دي موند
في التصفيات ولا في التيراج نتاع الكوب دي موند. نفس الشيما. سي لو ميم سيستيم سي دي ماتريس نتاع امريكا وكندا ومكسيك الاولى الثانيه الثالثه. وعندهم الافضليه خاطر دوكم زاد يلعبوا في بلدانهم مش كيما الناس الاخرين معناتها عادي منطقي انه ديما اللي في بلاده يا اخي في كوريا واليابان الكوريا لعبت في فين معناتها ما قدام جماهيرها. ما اكثر من كيك انت اكثر من كيك. 98 كوب دي موند في فرنسا 2012 بعد 14 عام بلاتيني يقرر قال عملنا قرعه بالذمه وترفكنا باش فرنسا ما تقابل البرازيل كان في فينال. قال تكسو في انترفيو هذا ترافيك. قال عملنا دو تيل سورت البرازيل ما تقابلها فرنسا كان في الفينال. البرازيل وقت قوية. سي با لا ميم شوز. وقتك فما كان البرازيل قوية. البرازيل وقتها قوية برشا. طيران وقتها روماريو رونالدو وجماعة الكل وريفالدو.